الفيديو هذا راهو مش موجه للشعب بالخصوص، ولكن موجه للجيش الوطني الشعبي وضباط الجيش الوطني الشعبي الوطنيين بالدرجة الأولى، لأن الكلام اللي راح نقوله كلام خطير جدا. وما خرجني صراحة من السكوت، لأني التزمت السكوت كما قلت، لأنه كاين فيه كثر فيه الكلام، كثر فيه التخلاط، كثروا فيه اللي يهضروا بدون علم، مش هضرة للبناء وإنما هضرة فقط للتكسير، هضرة لبث الفتنة. فهذا الفيديو الموجه لضباط الجيش الوطني الشعبي باش يعرفوا واش راهو صاري، وباش يكونوا على علم، وباش كل واحد منهم ياخذ احتياطاته، وباش كل واحد منهم يعرف انه رايح. هذا الحاج رضوان اللي نصب من بين الاشخاص اللي نصب بوعلام هذا كان صبي عند حاج رضوان، يعني كان لاجون تاعو. والشيء اللي يربط رضوان هذا بوعلام هو انه الاول يمه مروكيه، يعني رضوان يمه مروكيه واخواله مروكيين، وعنده قسم كبير من العائله نتاعو مراركه. وهذا بوعلام زوجته وجدويه مروكيه، وعنده جزء من العائله نتاعو مروكيين. الاخطر ما في الامر اللي صرا هو انه رضوان امر بوعلام اللي راهو يعتبر الان المستشار الامني نتاع تبون، باش ينصب محرز جبيري اللي كان عقيد، واللي باباه تونسي تدرس في عنابه، واللي راه الان مدير الدي سياسه او امن الجيش بالنيابه. فالتنصيب نتاعو كان من طرف رضوان، وعين بوعلام بهذا الامر باش يقوم محرز بمراقبه الجيش الوطني الشعبي، بمراقبه الضباط، ويقدم تقرير دايم لبوعلام وبالتالي لرضوان، باش يتعرفوا على كل الضباط اللي راهم ضد تبون وضد مشروع التنزه. مؤخرا قدم محرز قائمه نتاع ضباط البوعلام اللي يعتبرهم خطر على المشروع نتاعهم، وبعض منهم احيلوا للبليده، وزاد باش نزيد كما يقولوا فوق القبه حبه، زاد كل الامور هذه راهي تسرى، والسعيد شنقريحه ولا على باله. ممكن يروح سعيد شنقريحه للاستعلامات نتاع التنصت، عندها شهر واسبوع، حوالي شهر وسمانه. اتصل بوعلام بالمحرز جبيري مدير دي سياسه، وطلب منه باش يحقق مع بعض الضباط بلا ما نذكروا اسمهم الان، باش ينحيهم من الطريق. فالدي سياسه اللي من المفروض انها تحمي الجيش وتضمن امن الجيش، اصبحت الان تكسر في المؤسسه، وتعمل في مخطط رضوان وبوعلام باش في نوفمبر هذا القادم هذايا يتم الاستيلاء على الجيش الوطني الشعبي من طرف هذا الناس، ويعينوا ناس نتاعهم حتى على رأس الجيش، يعني حتى رقائد الأركان، باش في النهاية يتم النجاح، أو يتم مشروعهم الكبير اللي هو مشروع الخيانة الكبرى.